الأوضة عندك ملهاش ريحة، أو الأوضة عندك ليها ريحة بس ريحتها مش لطيفة؟ اشتريت معطر جو ومش عارف ترشه؟ حاولت ترشه يا صاحبي بس معطر الجو ما خرجش من الإزازة. أنا في الفيديو ده يا صاحبي أعلمك الطريقة الصحيحة لاستعمال إزازة معطر الجو، وإزاي ترشه بنفسك، وإزاي تخلي ريحة الأوضة حلوة وذكية، وإزاي يا صاحبي ترش معطر الجو بنفسك. بص يا صاحبي، دي إزازة معطر الجو عشان ترشها. بص لو تركز في زرار أمان من فوق هنا، بص هو حاليا مفتوح. بص أنا لو كده قفلته كده بقى من الناحية التانية كده الازازه مقفوله يا صاحبي. ولنفترض ان انت عاوز ترش، فانت الطبيعي هتروح عامل كده، تحط صبعك كده او صباعين وتدوس. ايه ده؟ مش بتدوس، تدوس قوي تروح مكسوره. لا يا صاحبي، انت عشان ترش معطر الجو لازم تفتحها الاول. بص هنا في زرار امان، بص هتدوس عليه، بص اتنقل الناحيه التانية، هترجع كده يا صاحبي وتدوس. بص شايف يا صاحبي؟ شم يا صاحبي، بص كده تعطر الأوضة زي ما انت عايز يا صاحبي، وهتشم ريحة المعطر يا صاحبي والبرفانات وياما هنا وياما هناك، وهتتنقل في عالم تاني. بس يا صاحبي، ودي الطريقة الصحيحة لاستخدام معطر الجو. ما تنساش تشترك في القناة وتفعل زرار الجرس وتضغط لنا لايك للفيديو، ولو في أي مشكلة مواجهاك اكتبها لنا في الكومنتات واعمل لك عنها فيديو بإذن الله. السلام عليكم.